مرعوب من اللي بيحصل ده وبيقول له ايه ده بس كده كين. المحاربين الخمسه كلهم اتضربوا منه، عايزني انا اللي اهزمه؟ ده انت دماغك شغاله. ولكن شيفو بيشده من قفاه ويقول له يلا اسمع، يلا هو ده الوقت المناسب اللي هديك فيه المخطوطه، هي دي اللي هتديك سر القوه علشان تقدر تتغلب على تاي لونج. بيستخدم عصابه الحكمه اللي ورثها من اوجواي علشان ينزل مخطوطه الحكمه لبوه، وبيكون فرحان جدا لان هو بالشكل ده هيكون التنين المقاتل رسمي بس ما بيبقاش عارف يفتحها اصلا، ولما بتتفتح بالصدفه بيفضل يصرخ بصوت عالي وكل اللي موجودين في المكان بيتخضوا، لكنه بيقول له يا عم انت بتشتغلني، دي فاضيه. فبيتصدم المعلم شيفو لما بيبص فيها بيلاقيها فاضيه فعلا، وبيبدا يتوتر جدا وهو عمال يفتحها ويقفلها، شغل خدمه العملاء ده. وبيتعصب جدا لان هو مش فاهم ايه قصد المعلم اوجواي من المخطوطه الفاضيه دي، والاهم من كده هو ليه عايشهم في الوهم ده من الاول. وبيقرر وقتها ان هو اللي هيحارب بنفسه. وقتها بيعملوا اخلاء للمدينه بالكامل قبل ما يوصل تاي لونج، واثناء ما كل الحيوانات بتهرب من المكان بيلاقي ابوه بيعرفه ان مخطوطه التنين طلعت اشتغالها من المعلم اوجواي. فبيقول له ازاي؟